أسعد الله أوقاتكم بكل خير. ماشي كل باب كيتحل كيجيب معاه الراحة، بعض الأبواب كتخبي موراها قصص عميقة. حسن وليلى في نهار عادي بحال أي نهار قرروا يديروا خطوة غادي تبدل حياتهم إلى الأبد. أمينة دخلت حياتهم بهدوء، ولكن مورا هاد الهدوء كانت كاينة شي حاجة كتغلي في الأعماق. شنو السر اللي مخبيينه؟ وأش غيوقع نهار غادي يخرج كلشي للعلن؟ بعض الأسرار كتكون أثقل من الحب وأخطر من الماضي اللي مبغاش يبقى مدفون. هذه قصتنا لهذا اليوم، لكن قبل ما نبداو ما تنساوش تضغطوا على زر إعجاب وتشتركوا في القناة باش توصلوا ديما بالجديد. نبداو على بركة الله. في واحد النهار شتوي كان حسن اللي كيتعدى الأربعينات من عمره كيخدم في واحد الشركة خاصة في المدينة. كيفكر بزاف هو ومراته ليلى في الحلم اللي عمره تحقق، وألا وهو يكون عندهم ولد أو بنت. 20 عام وهما كيتقاتلوا مع العقم، عمليات ومحاولات اللي كانت ديما فاشلة. كانوا خدموا كلشي من الطب والأعشاب، لكن حتى حاجة ما ساعدت. في لحظة يأس قررت ليلى تطرح فكرة تبني. حسن كان معارض في الأول، حيث كيآمن أن الطفل خاصو يجي من صلبه، ولكن قدام الإلحاح ديال مرته اللي كانت كتعيش ضغط اجتماعي كبير من العائلة والجيران بدا كيتراجع شوية بشوية. كانوا كيتسائلوا واش الطفل غادي يكون بحال ولدهم الحقيقي، واش يقدروا يحبوه ويولي جزء من العائلة. نهار مشاو فيه المركز التبني كانت ليلى كتسابق الدقات ديال قلبها. حسن شوية عصبي وما كانش كيبان مرتاح. شافوا بزاف ديال الأطفال في المركز، كل واحد فيهم عنده قصة، ولكن شي حاجة شدت انتباههم لطفلة صغيرة سميتها أمينة. عندها عامين، كانت جميلة، ولكن في نفس الوقت كيبان عليها شي حزن خفيف في محيط عينيها. كانت كتفرج فيهم بعينيها الكبار، ولكن ما تكلمتش بزاف. بعد ما دازت أشهر والإجراءات سالات، أمينة ولات بنتهم. الحياة ولات زوينة بالنسبة لهم. ليلى أخيرا حصلت على الحلم اللي كانت ديما كتمناه، طفلة صغيرة باش ترعاها وتغمرها بالحب. حسن بدا كيتأقلم مع الوضع الجديد، وكثير من المرات كان كيشعر أنه فعلا كيبغيها، ولكن شي حاجة كانت مخبية في الأعماق ديالو. دازت 5 سنوات، أمينة بدات كتكبر. كانت طفلة مرحة، ولكن ديما كان عندها تساؤلات كتخلع ليلى وحسن. كانت كتسول بزاف على أصلها. علاش انا ما كنشبهش ليكم؟ فين كنت قبل ما نجي عندكم؟ أسئلة كتقلب عليهم المواجع، ولكن ليلى كانت ديما كتحاول تفادى الموضوع وكتقول لها حنا عائلتك وكل شيء اللي فات ما عنده حتى معنى. بدا حسن كيبعد على أمينة، حيت في كل مرة كتواجهو بهاد الأسئلة كيبان عليه أنه ما قدرش يجاوبها. الأم ديالها ليلى بدات كتزيد توتر، كانت كتقول ليه البنت خاصها تعرف الحقيقة، لكن الأمر صعيب. مرات السنين وأمينة دخلت الإعدادية، بدات كتواجه صعوبات في الاندماج مع زملاء ديالها، حيت كتحس أنها مختلفة. كانت شي مرة كتسمع كلام من طرف البنات اللي كيقولوا أنها متبنية ماشي من هاد العائلة. أمينة بقات كتحاول تجاهل، لكن الشك بدا كينخر عقلها. في نهار مشؤوم وهي راجعة للدار من المدرسة، لقات الحسن وليلى كيهضروا بصوت منخفض وما قدروش يلاحظوا أنها وصلت. سمعت حسن كيهضر مع ليلى بواحد الصوت اللي كيبان عليه التعب النفسي. ما نقدرش نبقى نكذب عليها، خاصنا نقول لها الحقيقة عاجلا أو آجلا. أمينة حسات بحجر ثقيل في القلب ديالها. كيفاش الناس اللي كتعيش معاهم من صغرها يخبيو عليها الحقيقة؟ واجهتهم في العشاء. علاش كنتو كتكذبوا عليا؟ شكون أنا في الحقيقة؟ ليلى بدات كتبكي بلا ما تقدر تسيطر على مشاعرها، وحسن بقى ساكت، حس براسو محاصر بين الحب اللي كيشعر به تجاهها والحقيقة القاسية اللي خاصو يقولها ليها. في النهاية قال ليها انتي فعلا متبنية، ولكن هذا ما يبدل حتى حاجة. كنحبوك حيت انتي بنتنا، ماشي حيت جيتي من مكان آخر. أمينة خرجت وبقات ديما سادة على راسها في الغرفة.
في هذه اللحظة بدا الصراع الحقيقي. ما بقاش حسن وليلى قادرين يوصلوا ليها. بدات كتنسحب من الحياة ديالهم وكتقضي وقت طويل على الانترنت كتبحث على المعلومات حول التبني وحول الناس اللي مروا بنفس التجربة. كانت كتبغي تعرف واش كلشي اللي عاشته كذوب. مرات الأسابيع وبدات أمينة كتقلب على أمها البيولوجية. من خلال أصدقاء ومنتديات على الانترنت قدرت توصل لمعلومات خفيفة عليها. لقات أنها كانت شابة صغيرة في وقت الطيش بعد ما حملت بها قررت أنها تخلى عليها بسبب الضغط الأسري والمجتمع. أمينة كانت ما بين الحنين للأم اللي ولدتها والشعور بالذنب تجاه العائلة اللي رعتها وكبرتها. في واحد النهار قررت تمشي باش تلقى الأم الحقيقية ديالها. كان قلبها عامر بالأسئلة، الحيرة والحزن. الأم كانت عايشة في ظروف صعبة وما قدرتش تستقبلها بحفاوة اللي كانت كتمناها. الحوار كان بارد مليء بالتبريرات والأعذار. ما كانش عندي الخيار، كنت مجبرة نخليك. هاد الكلمات زادوا من الحيرة ديال أمينة. رجعت للدار بلا جواب حقيقي، وهنا بدا الفصل الجديد من حياتها. بدات كتعيش في واحد الضياع النفسي، ما عرفاش واش تنتمي للعائلة اللي ربتها ولا العائلة اللي ولدتها. حسن وليلى ما كانوش عرفوا كيفاش يرجعوها لطريق الأمان، وكان حبهم ليها هو اللي بقى كيربطهم بيها حتى لهاد اللحظة. مع مرور الوقت ومساعدة مستشار نفسي، أمينة بدأت تفهم أن العائلة ماشي ضروري تكون مبنية على الدم، ولكن على الحب والرعاية. بقات كتقاتل مع مشاعرها، ولكن عرفات أنها ما غاديش تلقى الجواب اللي كانت كتحلم به. اختارت أنها تعيش مع حسن وليلى، وعلاقتهم ولات أكثر وضوح وصراحة. القصة ما كانتش عندها نهاية سعيدة بالمعنى التقليدي، ولكن أمينة لقات التوازن اللي كانت محتاجاه. تعلمات أن الحياة مزيج معقد بين الحب، الخيانة والعائلة، وفي النهاية كل واحد كيدير السلام مع الماضي ديالو باش يقدر يبني المستقبل بكل أمان. واش عجبتكم القصة؟ كنتمنى تخليوا لي تعليقاتكم. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء مع قصة جديدة.